كلام انه المعركه لسه بدري عليها، وانه احنا قدامنا مش عارف سنه على بدء الترشيحات الى اخره. لا، انا اعتقد المرشح يطلع من دلوقتي، لازم يتكلم ولازم يقنع، لان دي معركه طويله. قول لي، انت بتحب الرئيس مبارك؟ الرئيس مبارك شخصية محببة جدا إلى النفس. أنا طبعا التقيت بيه مرة وأنا بشتغل في اليونسكو، وقابلته مع مدير اليونسكو، كان وقتها نائب رئيس الجمهورية، وقعدت ساعتين معاه في ذلك الوقت، وقابلني أنا شخصيا في المقابلة مقابلة لطيفة، على أساس أن أنا المصري اللي متولي منصب مهم في اليونسكو. وقال لي لو كان في اي حاجه تخصك تقولها لي وبلغها لي والى اخره يعني. وكانت مقابله طويله وكانت مقابله جميله يعني كده، وكان انطباعي ايجابي جدا يعني. ويظل الانطباع ايجابي الى حد كبير فيما يتعلق بشخصيه الرئيس. والرئيس ابن بلد يعني، وحتى في كثير من تعبيراته لما يكون ضمن مجموعه صغيره ويقول شيء لاذع وكلمتين ظراف ويعني. طب ايه وجه الاختلاف او الخلاف بينك وبين الرئيس؟ والله سؤال الخلاف او الاختلاف. سؤال كويس يعني. يبدو انه تفاقم الامر لما سبت التلفزيون في سنة 2003 لما كنت بذيع برنامج رئيس تحرير، انت عارف قعد 5 سنين تقريبا، وبعدين بقى في الفترة الأخيرة، وكنت سعيد بالبرنامج جدا، وأعتقد الحكم كان سعيد بما فيه الرئيس كما كان بيبلغ لي عن طريق السيد صفوت الشريف، وصفوت الشريف كان سعيد جدا. لكن في الفترة الأخيرة بالذات لما اقترب الغزو العراق، طبعا هنا بان انه في خلاف اساسي سياسي بيني وبين التوجه السياسي بتاع الدولة. وبان ده في نبرة ناقدة، ويقابلها تصرفات من الرقيب وحذف إلى آخره، وكل ما يقرب الغزو تزداد النبرة عندي حدة ويزداد الحذف إلى درجة ما كانش ممكن معاها الاستمرار، فمشيت. هنا أعتقد حصل بيني وبين الحكم، حصل بداية بالشرخ الواضح بيني وبين النظام. ولا يمكن هجومك على فكرة التوريث هي اللي عملت هذا الشرخ؟ لا، متأخرة في الهجوم على فكرة التوريث دي. لما بدأت فكرة التوريث بحدة، انت اولا عندك اعتقاد ان هناك اتجاه للتوريث في مصر؟ ممكن. شايف ده؟ رغم ان الرئيس مبارك نفى هذا الموضوع اكثر من مره في اكثر من مكان. الرئيس مبارك الحقيقه نفى ده عده مرات، وقال تصريحات في الفتره الاخيره يفهم تترك مجال كبير لفهم اتجاهات مختلفه متعارضه كمان يعني. مما يفتح الباب امام ناس زي حالاتي انهم يعتقدوا انه في احتمال قادم. وبعدين في طموح الوريث، طموح لا حد له، وفي بلدوزر كده بيحاول يقتحم الحياة السياسية المصرية ويدوس ما في طريقه. فأعتقد أنه ممكن أصحاب الأفكار الحمقاء هنا أو هناك ممكن يزينوا فكرة التوريث للحكم. هو السؤال، هل يجوز للأستاذ جمال مبارك أن يرشح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية إذا ما عزف الرئيس مبارك عن المشاركة في تلك الانتخابات مثلا؟ يجوز له ولا لا يجوز له؟ يجوز قانونا، يجوز. طب هل ده يعتبر توريث إذا كان من خلال انتخابات، ولا يعتبر تداول بالسلطة؟ إذا كان من خلال انتخابات مزورة كما هو معروف، فهو إذا الانتخابات عندنا مزورة أستاذ حمدي. والله أنا مبلغ علمي كده الحقيقة. الكلام ده غريب قوي. مبلغ علمي. أنا أصلا عايش بره بقى، أنت عارف 5 سنين. أنت كنت قاعد فين قبل كده؟ أجنبي. شوف بقى يعني إزاي بقى الواحد متخلف. طب أسألك سؤال، في كم مرة لم يتم تزوير الانتخابات؟ ده سؤال مهم قوي، إذا جاوبت عليه لم يتم تزوير الانتخابات. هي أظن لم يتم تزوير مرة واحدة خلال وزارة السيد ممدوح سالم. مظبوط يا فندم. وفي برضه أظن يا فندم في عهد وزارة السعد باشا زغلول. انت بترجع للتاريخ يا فندم. وحلوا البرلمان بعدها بيوم اظن يعني ما هو التزوير ده ايه؟ هل يعتبر اصبح هوايه؟ الحكم غير اللي لا يتمتع
بقاعده شعبيه متينه يلجا بالتاكيد الى لو كان الرئيس عبد الناصر يا استاذ حمدي بياخد 99.9%. ما هو دي برضه ده برضه انتخابات او هو انا استفتاء. هل تفتكر ان انا دافعت